القراقيش الدايبة المقرمشة من دوبانها كده مش هتعرفي إذا كان ده كحك عيد ولا قراقيش، دايبة دوب كده مش مستحملة. كتير طلبتوا مني إن أنا أعملها لكم، والنهاردة بناء على طلباتكم إن شاء الله هتعملي أحلى قراقيش دايبة دوب من غير خميرة. إن شاء الله الوصفة هتعجبك بإذن الله وهتنجح معاكي من أول مرة. بس يلا بينا نشوف المكونات بتاعتنا ونشوف معانا ايه. هشتغل النهاردة بنص كيلو من الدقيق، تمام؟ لو حابة تضاعفي الكمية مفيش أي مشكلة. جبت الطبق اللي أنا هعجن فيه ومعايا كوباية من المية. الكوباية دي مش هحطها كلها علشان خاطر كل دقيق زي التاني زي ما احنا عارفين، تمام كده وزي الفل. فحطيت حوالي تلتين كده منها وسبت تلت من المية، وهنسيب بقية المية كده على جنب علشان خاطر لو احتاجنا منه. حطيت عليهم معلقة كبيرة من السكر وهندوبهم مع بعض كويس لحد ما السكر يدوب معاكي في المية. كوباية من السمنة على زيت، أنا حطيت نصها سمنة ونصها زيت. 200 جرام بالظبط من المادة الدهنية. نزلت عليهم بنص كيلو من الدقيق. الدقيق ده بيكون دقيق مخبوزات أو أي نوع دقيق عندك. معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعليهم معلقة كبيرة من الشمر بيتحمص كده وتسيبيه يهدى، وبعد كده بتطحنيه في الكبة وبتاخدي منه معلقة. طبعا دي حسب الرغبة، لو حابة ان انت تستبعديه من الوصفة مفيش أي مشكلة. معايا معلقتين من السمسم المحمص، وانا النهاردة هعجن بمية فحطيت معلقة من اللبن البودر ودي اختياري، مفيش اي مشكلة لو محبتيش ان انت تحطيها. رشة صغيرة من الملح. هنقلب المكونات دي كده مع بعضيها قبل ما نعجن، وبعدين هنبدأ ان احنا نعجن. حاولي بقى ان انت تعجني على قد ما تقدري، بس مش عايزين العجينة بتاعت النهاردة دي يكون ليها عرق، احنا عايزينها تبقى ناعمة بس تحت ايدينا مش اكتر من كده. بدأت ألم في المكونات بتاعتي، وبعد ما لميتها حسيت ان انا لسه محتاجة شوية صغيرة من المية، فبدأت ان انا ازود لها مية كده معلقة بمعلقة لحد ما ظبطت معايا. وعلشان كل دقيق غير التاني انت ممكن في اللحظة دي ما تحتاجيش مية خالص وتلاقي نفسك محتاجة شوية من الدقيق، فحطيهم مفيش اي مشكلة، يعني مش هتبوظ او هتلخبط المقادير او المكونات بتاعتك. حطي رشة كده من الدقيق وظبطي العجينة بتاعتك كويس اوي. وطبعا قراقيش النهاردة سريعة مش محتاجة تخمير ولا محتاجة اي حاجة، احنا بنشكل وبنحط في الفرن على طول. زودت بقى شوية من المية وفضلت ان انا اعجن فيها، وحاولي وانتي بتعجني كده تعجني بكف ايديكي لتحت، بحيث ان انتي ما تكونيش ليها عرق يعني وتبقى عجينة قرص في الاخر. لا احنا عايزينها ناعمة تحت ايدينا وفي نفس الوقت تكون عجينة مفتوحة. وازاي هنعرف دلوقتي العجينة المفتوحة بتبقى شكلها ايه؟ بعد ما عجنتها حوالي 3 دقايق كده بالشكل اللي حضرتك شايفاه، بدأت ان انا اخد قطعة كده ما بين ايدي وبنعجنها ما بين ايدينا كويس قوي بحيث ان احنا ننعمها وبنضغط عليها. اول ما بتلاقيها بتتفرد معاكي كده بكل سهولة وفي نفس الوقت ما فيهاش اي تشققات، يبقى هي دي العجينة المطلوبة. لكن لو جينا نبص في العجينة من جوه كده هنلاقيها عجينة مفتوحة زي عجينة البسكوت بالظبط. كده خلاص عرفنا اسرار العجينة بتاعتنا. بنغطيها بقى، ولازم تغطيها وانت شغالة علشان ما تنشفش معاكي او تشقق معاكي، فبنغطيها بكيس تلاجة نضيف كده او بفوطة وبنبدأ ان احنا نشتغل على طول. انا هعمل قراقيش صغيرة زي ما شفتي حجمها كده، تمام؟ دي كمية المية اللي اتبقت مني. هجيب بقى قطعة من العجينة وهنعجنها ما بين ايدينا كويس قوي بحيث ان هي تنعم معانا خالص، علشان يبقى الوش بتاعها ناعم على قد ما نقدر. لان البيكنج باودر ما بيخليش العجينة وشها ناعم يعني زي الخميرة، لا بيخلي وشها برضو مش مظبوط شوية، لكن الخميرة بتخليها مظبوطة وناعمة كده من فوق. فاحنا بنحاول ننعمها على قد ما نقدر علشان في الاخر برضو يطلع شكلها حلو معاكي. بنفردها بالشكل ده، وانا النهارده زي ما قلتلك عاملاها صغيره ومش عايزاها تخينه، يعني عايزه الحجم بتاعها متوسط كده بحيث ان هي كمان ما تغيبش معايا في الفرن وتستوي على طول، في نفس الوقت كده تبقى مقرمشه. تقريبا كده كنت باخد كل قطعه من العجين حوالي 100 جرام 90 جرام وبتفرديها قدامك بالشكل ده، وعلى طول بنقوم جايين مقطعينها سواء بقى عايزة تخينة رفيعة، الحجم اللي تحبيه والحجم اللي انت عايزاه. هي كده كده الحجم بتاعها ما بيخمرش قوي في الفرن، هو بيتضاعف في كل حاجة لكن ما بيخمرش قوي في الفرن.
يعني بمعنى أصح ما بتكونش زي اللي بالخميرة. تمام، ده السمك المطلوب بتاعنا اللي هتطلع معاكي قراقيش مقرمشة كده وفي نفس الوقت دايبة كمان. بنجيب على طول الصاج بتاعنا وما بيكونش مدهون أي حاجة خالص، لأن نسبة السمنة اللي معانا نسبة عالية. وزي ما بقول لحضرتك في أي فيديو يكون فيه قراقيش أو بقسماط، حاجات اللي هي النواشف ديت ما بنبعدش المسافات قوي، لأن الحاجات دي بتخمر لفوق ما بتخمرش بالعرض، فعادي لو ضيقت المسافات شوية ما بينها وما بين اللي جنبيها. ناخد قطعة كمان ونتكلم شوية عن السمنة وعن الزيت وعن البيكنج باودر. البيكنج باودر مع كمية السمنة اللي احنا حاطينها بتطلع القراقيش زي ما انت شفتي كده، زي كحك العيد، حاجة كده دايبة دوب. وطبعا دي آراء والناس بتختلف عليها، والأكل ده بيبقى أذواق. طبعا احنا عاملين القراقيش المقرمشة على القناة بدل مرة كتير، يعني عاملينها كذا مرة. فالنهاردة أنا أول مرة أعمل قراقيش دايبة علشان خاطر الناس اللي طلبتها مني، فحبيت ان انا اعملها لكم بالبيكنج باودر. والبيكنج باودر زي ما احنا عارفين بيكون بيخلي الحاجة هشة ويخليها دايبة قوي، يعني سهلة جدا في الاكل. مجرد ما بتاخدي قطعة كده من القراقيش بتلاقيها دابت في بقك وانت بتاكليها. فلو حابة ان انت تقللي المادة الدهنية شوية، قلليها لكوباية الا ربع مثلا او نص كوباية زي ما تحبي لو هتستخدمي بيكنج باودر. لكن لو هتستخدمي خميرة يبقى المقادير زي ما هي تستخدمينها بالظبط. وكمان لو هتستخدمي خميرة في الوصفة بتاعت النهاردة ما تطحنيش برضو القراقيش بتاعتك، خليها بنفس السمك كده علشان خاطر لما تخمر وتستوي معاكي ما تبقاش عالية زيادة عن اللزوم. خلصت اول صاج وهدخله على الفرن على طول، وهشتغل كمان في تاني صاج. دي كمية العجين اللي كانت فاضلة معايا. مجرد ما بتخلصي الصاج بتدخليه على طول، حابة تسيبيه شوية على ما تخلصي الصاج التاني وتقومي كده تسوي الصاجين مع بعض مفيش اي مشكلة. نيجي بقى للتسوية، بنسخن الفرن بتاعنا كويس قوي على درجة حرارة 180، وبنحطه على الشبكة كده في النص. أول ما بيلون معاكي من تحت بتولعي عليه الشواية وتخلي الشواية هادية علشان خاطر يتحمص معاكي ويقرمش كده وياخد اللون المطلوب، لأنه لو على نار عالية هتبصي تلاقيه خد لون بسرعة من فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت هتلاقي القراقيش بتاعتك طرية. حتى لو طلعتي الصاج بتاعك وسبتيه يبرد ولقيتي القراقيش بتاعتك طرية، ممكن تسخني الفرن تاني على درجة حرارة 100 وبتسيبيه بقى ياخد راحته خالص في الفرن ويتحمص معاكي مفيش أي مشكلة. ما شاء الله، شايفين حاجة كده دايبة دوب تحفة جدا جدا. أتمنى من كل قلب إن انتوا تجربوها، وبألف هنا وشفا مقدما إن شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين إيديكم يا رب. لو أول مرة بتشوفيني، لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش اللايك للفيديو. وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. أتمنى من كل قلب إن انتوا تجربوها، وإن شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.